انا راكب عربيه مكيفه وهو راكب ميكروباص في عز الحر. ان انا كبيري ساعتين ونازل، هو هيسوق 12 ساعه. طب انا ليه بكره السواقه؟ ودي كانت الكلمه فعلا، كنت بتنرفز اتعصب ممكن اتخانق. انا اللي كان بينرفزني ان انا انسان في الشارع، ما ينفعش يجي واحد سواق ميكروباص تاكسي يكسر عليا. انا واحد مواطن زيك في الشارع، ما ينفعش تعمل كده. كنت اتنرفز واتعصب وازعق، لان انا شايف ان انا وانت زي بعض، بس الحقيقه ان احنا مش زي بعض. الحقيقه اللي انا ادركتها، الواقع مش ادراكي عن الواقع، ان انا راكب عربيه مكيفه وهو راكب ميكروباص في عز الحر. ان انا كبيري ساعتين ونازل، هو هيسوق 12 ساعه. ان انا قاعد مستريح وهو ممكن بيزعق وبيتخانق مع زباين. فوانس ان انا ادركت ان انا مش شايف الواقع وابتديت اشوف الواقع بشكل احسن، الغضب اللي كان بيبقى عندي لما واحد يكسر عليا ابتدى يتحول لشفقه. هو صعبان عليا، فانا قاعد مستريح، هو في عز الحر في الصيف، انا قاعد هروح وانزل، هو هيقعد 12 ساعه يسوق. فاول ما انا ادركت الادراك ده، الغضب اللي كان عندي اتحول لشفقه. بدل ما بقيت ازعق ولا اضرب بالكلاكس، بقيت اقول ايه؟ ربنا يعفو عنك، ربنا يسامحك، ربنا ييسر لك امرك. فاول حاجه ادراكي للواقع مش رؤيتي الشخصيه اثرت فيا نفسيا. فدي اول حاجه. اول ما انا ابتديت اعمل الكليك ده جوه الدماغ، ابتديت ادرك لا خلاص انا مش هتنرفز، مش هتعصب، انا ما عنديش مشاكل جامده. النقطه الثانيه، انا ما بحبش السواقه. طب ازاي احب السواقه؟ ابتديت اسمع كتب صوتيه، اوديو بوكس. واكتر كتاب انا عايز اسمعه ما اسمعوش الا وانا في العربيه. فاصبحت بدل ما انا متضايق ان انا اركب العربيه، انا مبسوط ان انا هركب العربيه. 3، كنتش بسوق العربيه الا وانا معايا حاجه اشربها سكريه، صودا، عصير، اي حاجه. طبعا هي دي حاجه سيئه لان خلتني اكسب وزن وبطلتها بعدين، بس في المرحله دي انا ابتديت اعمل حاجه اسمها subconscious association او ارتباط نفسي في اللاوعي. يعني لو انا كنت متضايق من العربيه على مدى سنين، ما بحبش السواقه، فانا دلوقتي عايز ابسط نفسي، فكل ما اقعد اقوم جايب حاجه صودا، حاجه فيها سكر. سكر بيفرز في المخ دوبامين فيسبب السعاده. في مركب العربيه اشرب ده، يبدا مخي يربط السعاده. طب يعني ايه اسوسيشن؟ لو نشرحه شويه، في حاجه اسمها بافلوف اكسبيرمنت او تجربه بافلوف. جاب كلب بقى يرن له جرس ويجيب له الاكل فلعابه ينزل، يرن له جرس يجيب له اكل فلعابه ينزل. قعدها كتير كفايه لدرجه ان الكلب مخه بقى شايف ان الجرس والاكل حاجه واحده. فبعد كده بقى يجيب الكلب يرن له الجرس من غير اكل لعابه ينزل. ده الارتباط في اللاوعي، ورابط الجرس بالاكل خلاص، وبقى يجيب نتيجه عضويه عليه. ده اللي انا عملته مع نفسي. فانا قضيت على الغضب او المضايقه من السواقه ب3 حاجات. 1، ان انا غيرت ادراكي عن السواق اللي بيكسر عليا ده، مبقتش اتنرفز، بل بالعكس انا بقيت بدعي له واحس بالمصابان عليا. ده 1. 2، بقيت دايما معايا كتب صوتيه بسمعها وانا في العربيه، فدي غيرت الكراهيه للشوق، ان انا عايز اسمع الكتاب ده، عايز اكمل الكتاب ده. 3، الحاجه الساعه، عملت بوزيتيف سبكونشس اسوسيشن، ارتباط نفسي ايجابي بالعربيه.